السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. مقطع اليوم بنوريكم اشياء لازم تاكلوها اذا جيتوا امستردام. هذه اللي ورانا هي الحين محطة امستردام سنترال، والحين نحن متجهين للدام. من هناك نحن بنشوف المكان اللي بنفطر فيه. طبعا اهم شيء انك تحاول انك تروح المطاعم والاشياء هذه قبل الساعة 5 لانها غالبا تسكر. وبما اننا صرنا على ابواب الصيف، امستردام صارت زحمة، دائما كل صيف تصير زحمة. وبما انه امستردام مشهورة بالبطاطس، فاول محل في السنتر تحصله بطاطس هو البطاطس الازرق، فهو مشهور لكن مش ألذ بطاطس. هذا هو المكان، بس انه في صيانة. والله هذا شيء جديد انه في صيانة بس شوفوا لسه في زحمة ما شاء الله تبارك الله. فبمقطع اليوم ان شاء الله بنعلمكم على ألذ بطاطس موجود في امستردام. وبكذا نكون وصلنا ساحة الدام. طبعا ساحة الدام هو اشهر ساحة او اشهر معلم موجود في امستردام. طبعا وصلنا يا شباب اطول لاين. انا بفتح التايمرات، المحل هله هناك وبنفتح التايمر. يلا بداية بنشوف كم دقيقة بياخذ مننا. والحمد لله يا شباب خلصنا اول طابور، والحين جايين على ثاني طابور، بس الطابور الثاني السريع يعني. وصلنا يا شباب وماسكين الطابور، وهذا هو المحل. تقريبا صار لنا 40 دقيقة. اخيرا يا شباب وصل الطلب الحين. عينك 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 ليه امور طيبة. شوف بس والله امور طيبة. طبعا في اكثر من طلب. انا بيض مع الجبر، وهو لحمة مع البيض، وفي كمان هذا في هذا اللي هو جمبري مع البيض. رهيب. طلع حسابنا 28 يورو ونص. طلبنا سندوتشين ومشروب اللي هو فريش منت. صراحة شيء رهيب. خلصنا المكان يا شباب، والحين متجهين لمكان ثاني. طبعا كلفنا تقريبا، احط لكم الافريج على الواحد 17 يورو. تقييم المكان صراحة 7 من 10 بسبب الطابور، والحين الطابور صار ازحم. وبنحط لكم موقع المكان، والحين بنشوف الموقع الثاني ان شاء الله بيكون يا فرايز يا كوكيز. ونشوف وصلنا يا شباب المحل الثاني. هذا محل الكوكيز. هذا طابور صغير يمكن راس مال ربع ساعة بس. طبعا المكان الطبخ هنا، كل شيء هنا يصير. المكان مرة رهيب. كوكيز فريش. طلبنا ال5 انواع اللي عندهم بجربها كلها. اوكي اوكي كذا نكون اخذنا طلبنا سفري. فالحين بنروح نمسك طابور بالفرايز، ونطلب كمان فرايز، بناكل فرايز بعدين بنحلي كوكيز. بس طبعا حنكة مننا، خلينا الشباب يمسكوا طابور بالجهة الثانية. يعطيكم العافية يا شباب. يعطيك العافية يا معاذ، ما قصرت. طبعا يا شباب المفروض ننتظر ساعة، بس بسبب حنكتي انتظرنا ربع ساعة بس. هنا الحنكة، هنا الشغل، هنا مورينيو، هنا بيب، هنا الأمور طيبة. ولا كيف عبود؟ كذاب. هذا هو موقع المحل البطاطس. طبعا هو بجنب الكوكيز. يطبخوا طبعا كل شيء قدامكم. طبعا يا متابعين عشان نحن نحبكم وما نبغاكم تتعبوا بالمشي، حطينا لكم محلين جنب بعض، اموركم كذا طيبه. وهذا طلبنا جاهز. بما ان المحلين جنب بعض خلصنا، ضربنا عصفورين بحجر، فرايز وكوكيز، نحلي وناكل بنفس الوقت. طبعا حوالين المطعم تحصل هذه اللافتة بكل مكان انه ممنوع تاكل في هذا المكان. فهذا اذا دل انه هذا الصراحة انه المكان يستاهل. كذا يا شباب جهز طلبنا فرايز مع صوص الساموراي وشيدر. رهيب. انا ما ادري ليه الناس تمسك طابور هناك عند الازرق هذا، والله هذا رهيب. خلصنا كذا الحين من الفرايز. قيمة الفرايز 6 يورو، الشيبس ب3 يورو، والشيدر ب3 يورو. او لاني طلبت شيدر مع ساموراي صوص، فعشان كذا طلع 3 يورو الاضافات و3 يورو الفرايز. صراحة كان رهيب. التقييم 9 من 10. انصح فيه اكثر من الازرق هذاك. والحين بجرب الكوكيز. والحين يا شباب بجرب الكوكيز. طبعا بكتب لكم موقع المكان، وهو الفرايز جنب بعض يعني جيران. عندهم 5 انواع، طلبنا واحدة من كل نوع، كلفنا 11 يورو.
5 حبات ب 11 يورو. شوف يا شباب الامور، شوف الحشوه ما في حشوه. رهيبه والله، انصحكم فيها. اضبطكم انا اماكن حلوه وما اوديكم لاماكن حلوه. بكذا نكون خلصنا من الكوكيز، وانا صراحه تقييمي 8 من 10. صراحه جربنا كل الانواع، انواعها كلها حلوه الا واحد اللي هو فيه البندق، فعشان كذا اعطيناها 8 من 10. وانا عن نفسي انصحكم بالبراوني. والحين بنجرب واحد من اشهر المحلات الموجوده في امستردام، مصنع الشوكولاته، وبنصنع الشوكولاته وبنكتبها باسمنا. تعالوا معنا. خلنا المكان تحت الارض، والله شكله المكان رهيب. طبعا يا شباب تمسك طابور وتدخل وحرفيا تصنع الشوكولاته اللي انت تحبها. في عندك عده انواع، توفي، شوكولاته، كراميل، وتصنعها وبالاخير تكتب عليها اسمك. طبعا ريدي ان اوف ساعه ونص، تنتظر ساعه ونص عشان تجهز. فتشوز يور شوكليت، اختار شوكولاته كلاسيك صح؟ ملك صح، الملك احسن. ريدي ايش تحب؟ راسبيري توفي. احط توفي، يلا توفي. اختار التوفي. ونكست. الشيء الثاني ايش تحبوا شيء ثاني ولا بس توفي؟ ممكن تضيفوا كوكي مع التوفي او هذه ستيك كوكي. ونضيف كمان الكوكيز. نكست. خلاص هنا. والحين نختار هنا اللون، اخترنا اللون الازرق. وين نكتب الاسم؟ انا متحمس للاسم. نكتب توينزي 10. هنا توينزي 10 وهنا توينزي 10. كذا امورنا طيبه. نخلي الخط الابيض صح؟ اوكي. ريدي. حسابنا طلع 9 يورو. هنا تحط رقمك، علشان ما بحط لكم رقمي يا متابعين عشان ما تزعجوني بالليل. الحين يطلب مننا ندفع. اكيد ندفع، ليه ما ندفع؟ خلاص التغليف كاملة. كذا نكون طلبنا الشوكولاتة الخاص فينا، فإن شاء الله بعد ساعة ونص بيتصلوا علينا وبنروح ناخذ الطلب. وعلى بالي جهاز طلبنا، فرايحين نتغدى الحين بمطعم تركي. هذه الوجبة صراحة أنا من أول ما دخلت أمستردام نحن دائما نروح نجربها. أرخص وجبة بأمستردام، خفيفة على الجيب، ثقيلة على البطن. وهنا يا شباب وصلنا المحل. طبعا المحل يبعد من الدام 5 دقائق مشي او اقل، حتى 3 دقائق يمكن. وطلبنا الطلب يا شباب دقيقتين بس ونزل الطلب. هذا هو طلبنا، عينك بس ما شاء الله تبارك الله. هذا الحين يا شباب بنجرب الوجبه، طبعا لانه علي مو موجود فجلست عند المرايه عشان ما احس بالفقدان وكذا. تمام لكم. والله من اول يوم جربت هذه الوجبه ما عمرها تغيرت. هذا اللي ما يتغير عليه. طبعا يا شباب خلصنا. صراحه هذه الوجبه اقيمها 10 من 10، تستاهل. وسعرها 6.5 يورو، يعني شيء المبلغ ولا شيء والوجبه شيء. ورسلوا لي الحين محل الشوكولاته ان الشوكولاته صارت جاهزه، فرايحين ناخذها. والحين وصلنا مصنع الشوكولاته، جاي ناخذ الشوكولاته حقنا. طبعا هنا محمد بيحاسب. اول شيء يوريهم الكود اللي فيه الطلب حقنا. عيني. والحين يا شباب بما اننا اخذنا الشوكولاته الخاصه فينا، يلا تعالوا نروح نجربها. والله يا شباب صراحه زعلان اني باكل الشوكولاته، المفروض كنت اخبيها. بس ايش رايك نخبي هذه وناكل هذه؟ والله فكره. يلا دخلها جيبك. يلا يلا بسم الله. عجيب والله، شيء والله عجيب، مش مبالغه بس والله رهيبه يا شباب. رهيبه والله. ما ادري هو السبب اسمنا ولا الشوكولاته ولا ذوق، ما اعرف صراحه. رهيبه صراحه. وكان قيمتها صراحه 9 يورو. والتقييم سهل، التقييم 8 من 10، بس انه اسمنا موجود 10 من 10. بعد الاكل اللي اكلناه كله جاء الوقت اللي نشرب فيه الحين، واخترنا البابل تي. صراحه تجربه جديده، انا ما احب البابل تي بس اليوم بنجرب. اليوم جايين نجرب البابل تي، وان شاء الله يعني تكون بدايه حلوه. اتمنى صراحه المكان رهيب.
واضح المكان يعتمد على نفسك. طبعا كل واحد يطلب من نفسه، فاطلب لنا اي شيء يلا. شوفوا يا شباب، تخيلوا ان الطلب يجيكم من فوق، الطلب يجي من فوق لين عندك. هنا تشوف العمال وهم يطبخوا ويسووا كل شيء، فكأنهم موجودين قدامك، بس لازم الرج قبل الاستعمال ويكون الفرق. رهيب والله، رهيب فانتاستيك. شيء محبين الببل تي. التقييم كم؟ والله انا لاني كنت احتاج اشرب من اول فبعطيه انا 9 من 10. بصراحه انا اعطيه 9 من 10 لانه احسن مما توقعت، عشان كذا اعطيه 9 من 10. ولهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا اللايك والاشتراك، تابعونا بموقعنا التواصل الاجتماعي. مع السلامة.